ليه فايزة هربت من بيت جوزها وربطت ملايات من البلكونة وحبت تهرب ومنزلتش من باب الشقة؟ الحكاية بتبدأ لما فايزة اللي متجوزها واحد محترم وعندها أولاد منه كبار وعايشة مستقرة، ولكن هي من جواها مش مقتنعة إن جوزها ده مالي عينيها. اللي مالي عينيها واحد بلطجي ومسجل خطر. عملت معاه علاقة وبقت داخلة طالعة عليه، فقال لها بقول لك ايه، تعالى نضرب عقد حرفي عشان الناس لو سألوني مين دي هقول لهم دي مراتي ومحدش ليه عندي حاجة. وفعلا عملوا عقد عرفي وبدأت تخش وتطلع عليه، والناس كلها تقول لحاجة والمدام، والناس مش عارفة ايه اللي بيحصل. وفجأة الزوج العرفي بدأ يغير من الزوج الرسمي، ولما تروح هناك وتغيب يتخانق معاها. آخر مرة قال لها انت رحتي غبتي أسبوع وما جيتيش، طب والله ما انت خارجة من هنا، هشوف هتعملي ايه. وراح قفل عليها الباب وخد منها الموبايل ومنعها من الخروج. طبعا الست فايزة عايزة تروح لجوزها وولادها، هتعمل ايه جوزها المجنون اللي مصدق نفسه ده؟ راحت رابطة المرايات ومنزلاها من بلكونة وحاولت تهرب من عن طريق البلكونة، بس ربنا لما يشيل ستره عن واحد خلاص انتهى. ربطة الملاية فكت وراحت متطوحة في الشارع ماتت. الناس تدور في ايه وليه بتنط، طب ما نزلتش ليه من السلم وجوزها فين في اللحظة دي؟ اكتشفوا ان جوزها عامل بيها بلاغ اللي هو جوز الرسمي ان هي خرجت وما رجعتش من امبارح، وبيدوروا عليها لقوا ان البلاغ ده هو نفسه بينطبق على الست اللي كانت متطوحة في الشارع، وعرفوا ان هي متجوزة الاستاذ المسجل خطر وداخلة طالعة عليه بعقد عرفي، وهي في الاصل متجوزة رسمي من راجل محترم وعندها منه اولاد، ولكن شيطانها لعب بيها ومشت ورا غوائزها وصدقت ان في واحد بلطجي ممكن يسعدها ونسيت ولادها. انا كل اللي صعبان عليا في الموضوع ده اولادها اللي اتفضحوا بدون اي ذنب. لو وصلت لهنا عليك تعمل لي حركة القلب والاكسبلور. اشوفك الفيديو القادم. سلام.